بشتغل في الموضوع ده. اللي عاوز يتجوزني يتجوزني، بس طبعا بتجوز جوازات تقيله من رجاله اثرياء. انا واحده يعني شفت كتير جدا في حياتي، حرمت من حاجات كتيره جدا. في البدايه كده انا اتربيت مع اب وام وفي اسره فقيره ومعدومه تحت الصفر تقدري تقولي، وعشت وشفت اسوأ واسود ايام في حياتي لحد ما اخدت في الاخر قرار. والقرار اللي انا اخدته ده كان السبب الاكبر فيه هو جمالي. انا يعني واحده جميله جدا، جسمي حلو جدا. كنت دايما لما بنزل شغل او بتعرف على حد او حتى والله في وسط محيطنا جيراننا قرايبنا كانوا دايما بيشهدوا لي بالجمال وان جسمي واو والكلام ده كله. كنت بسمع الكلام ده بنفسي. من بعدها بصراحه وانا عمر في حياتي ما جه في بالي ابدا الفكره دي. بس في مره كنت قاعده مع اصحابي في مكان ولقيت واحد جه وتعرف عليا وخد رقمي وكده. قلت له ماله، عادي يمكن عريس. فكنا ساعتها ظروفنا الماديه تحت الصفر، والولد ده وقتها كان باين عليه العز جدا وانه مبسوط جدا. فرحت قوي وقلت اخيرا ربنا هيرحمني. بس من بعدها لقيته بيكلمني وبيعرض عليا عرض وبيقول لي بصي يعني انا مش عاوز منك حاجه غلط ولا حاجه حرام، احنا هنتجوز وفعلا هتقدم لك، بس اللي هقوله لك ده هيكون بيني وبينك. انا هتجوزك لمده شهر وهتاخدي قصاده مبلغ محترم جدا من الفلوس، فانت ايه رايك؟ بصراحه في وقتها انا صرت عليه وزعقت وشتمته وعملت كل حاجه وقفلت طبعا في وشه التليفون. بس بعد كده رجعت فكرت وقلت يعني المبلغ اللي معروض عليا ده مبلغ كبير جدا هيحل لي مشاكل يا جماعه، وطالما انا بتجوز على سنه الله ورسوله فايه الحرام في كده؟ اتجوزت ووافقت فعلا. بس خدوا بالكم وافكركم ان هو شارط عليا ان الجوازه دي مدتها شهر بس. فعلا اتجوزت وقعدت معاه الشهر واخدت منه المبلغ اللي هو كان وعدني بيه، وبعد كده عملنا حجه اي حاجه وان احنا ما اتفقناش واتطلقت ورجعت تاني بيت اهلي. ومن بعدها الموضوع ده بقى بالنسبه لي بزنس وشغل. بقيت طبعا بشتغل في الموضوع ده. اللي عاوز يتجوزني يتجوزني، بس طبعا بتجوز جوازات تقيله من رجاله يعني اثرياء، اللي هو قادر يجيب لي بقى هدايا ثمينه جدا. بمعنى اصح كده ببقى داخله على الجوازه دي اللي هعرف اخده منك هاخده، وبنبقى متفقين على وقت معين جدا، اذا كان شهر شهرين اكتر اقل حسب الاتفاق. وكل طبعا الفتره ما بتكون اطول كل المبلغ ما بيكون اكبر. المهم انه انا فعلا كنت بعمل كده وانا مش شايفه ابدا انه ده فيه حرمانيه، هو مش حرام، انا بتجوز على سنه الله ورسوله. المهم اني فعلا عملت فلوس وبقى معايا فلوس والحياه اختلفت، رفعت من اهلي، خدنا مكان جديد بقى اللي نفسنا فيه بنجيبه، حياتي اختلفت تماما بصراحه. المهم في يوم بقى كده اتعرفت برضو على واحد بنفس الشروط وبنفس طبعا علاقتي وجوازاتي بتبقى كده. الشخص ده قال لي احنا هنتجوز، بس احنا هنتجوز يعني بصي كل شهر قابل بقى للزياده على حسب، يعني انت لو تمام وفل وعجبتيني ممكن اطول المده شويه. من هنا وافقت، ده شغل وبزنس فعادي وفي نفس الوقت مش بعمل حاجه. وافقت وكملت الجواز، وبالفعل قعدت معاه اكتر من حوالي شهرين، وهو طبعا كان يزود اسبوع اسبوعين وكان يديني قصادهم فلوس. المهم في الاخر خد القرار وقال لي لا حلو قوي كده بقى وخلاص، انا يعني مش هكمل اكتر من كده، انت بقى في حالك وانا في حالي ونطلق. من هنا طبعا انا كنت اتعلقت. اول مره في حياتي انا اتجوزت كتير، مش يعني من كتر ما اتجوزت الجوازات دي كانت جوازات سريعه وكلهم تقريبا كان مش اكتر من الشهر، فكان بالنسبه لي الموضوع عادي وورد عليا كتير، فمش فاكره فعلا عدد الجوازات. انما الجوازه دي بالذات انا اتعلقت بالشخص ده جدا، يعني حبيته فعلا من كل قلبي اكتر من اي راجل انا عرفته او اتجوز. من بعدها اول ما هو خد القرار وقال لي خلاص كفايه كده واحنا هنتطلق، بصراحه ما بقتش ابدا عارفه اعمل ايه، لدرجه اتحايلت عليه ورقعت على رجلي قدامه. قلت له يعني انا حبيتك واتعلقت بيك، انا مش عاوزه منك اي حاجه، خد الفلوس كلها، لو مش حابب تديني مش عايز تصرف عليا ما تصرف، بس خليني مراتك وعلى ذمتك ان شاء الله تجيلي يوم واحد في الاسبوع، انا عادي ان شاء الله حتى تخليني يعني خدامه تحت رجليك هعيش والله. انا فعلا حبيت طبعا. يعني هو وقتها قال لي كلام جارح كتير وقال لي يعني احنا متفقين وده شغلك وانت ياما اتجوزتي بالاسلوب وبالطريقه دي، فانا استحاله طبعا تكون دي حياتي معاكي او اني افكر اني استقر واكمل بقيه عمري وحياتي كلها مع واحده كده ويبقى في اطفال بينا، انسي الموضوع ده. انا دلوقتي يا جماعه فعلا نفسيتي سيئه جدا، بمر بحاله اكتئاب فظيعه، ما بقتش ابدا عارفه اعيش، مش عارفه اكل، مش عارفه اشرب، مش عارفه حتى اعمل اللي كنت بعمله. حياتي فعلا وقفت عند الراجل ده خلاص. انا من بعديه مش عارفه ابدا ابص لاي راجل او اكمل حياتي. انا فعلا حبيته وده ما كانش بايدي ولا كان بارادتي ابدا،
الحب ده مش بايدينا. المهم ان هو دلوقتي مصمم واخد القرار فعلا انه خلاص، معنى اصح كده، وخليني اقولها لكم رغم ان الكلمه دي توجعني جدا، ان يعني خلاص كانه كان مأجر حاجه والعقد بتاعها انتهى فخلاص فركش بقى مع السلامه. ده طبعا بالنسبه له، لكن بالنسبه لي انا الموضوع صعب ومميت جدا. يمكن لو هو كان زيه زي بقيه الرجاله ما كنتش ابدا هبعت مشكلتي وكان الموضوع يعدي. انا دلوقتي فعلا مش عارفه اعمل ايه. هل بقى خلاص اسيبه؟ انا بعترك المشكله دي فعلا النهارده علشان كلكم وحضرتك تقفوا جنبي فعلا وتقولوا لي ايه الوسيله او ايه الحاجه اللي اقدر اعملها للشخص اللي انا فعلا حبيته ده علشان اقنعه ان انا فعلا بحبه واني هبعد عن اي حاجه وحشه وهعيش فعلا معاه كزوجه محترمه وكزوجه فعلا اصيله، وابقى قد فعلا مسؤوليه بيت وان عندنا اولاد واعيش زي اي واحده ست طبيعيه متجوزه وعندها بيت واولاد وزوج. نفسي قوي في الحياه دي، نفسي قوي ان يكون ليا بيت وزوج زي اي واحده ست عايشه حياتها بكل حريه وبكل طبيعيه. فانا فعلا مش عارفه اعمل ايه علشان اخليه يتراجع، علشان اخليه يشوفني في حته تانية غير اللي هو شايفني فيها. شايفني واحده ببيع نفسي بعقد عند مأذون جواز ولكنه بيع ايجار. شايفني ان انا واحده بتأجر بعقد لفتره او لوقت زمني معين والموضوع بعد كده بيخلص. بالله عليكي تقولي لي فعلا اعمل ايه واتصرف. يعني بصي، رايي في مشكله حضرتك ونصيحتي ليكي، اول حاجه فين احترامك لنفسك لما اكون فعلا انا واحده بتباع وبتشرى للي معاه اكتر. حضرتك من البدايه رخصتي نفسك. مفيش راجل ابدا هيوافق انه يربط حياته ويبقى عنده ولاد من واحده هو عارف تاريخها وماضيها ايه، هو عارف تاريخك وماضيكي ايه وجوازات ايه ومر عليكي رجاله قد ايه. بصي، حتى لو لوهله فكر وقال يلا، صدقيني مع الوقت ما كانش هيستمر وما كانش هيكمل. ليه؟ لانه الثقه استحاله هتكون موجوده، هو طول الوقت هيبقى شاكك فيكي. ودي يا جماعه كانت مشكلتنا النهارده. من فضلكم لو اي حد له اي تعليق تاني غير اللي انا قلته يتفضل يكتب لها في التعليقات. ومن فضلكم ما تنسوش متابعه، لايك، شير عشان يوصلك مني كل جديد. كانت معكم امينه الزهري.